بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل خبز التميس الافغاني. طبعا محدش راح السعوديه عمره او حج الا لما اكل منه. طعمه جميل جدا، وبعدين بيتعمل في منتهى السهوله، مع ان هو ليه افران خاصه. يعني في السعوديه تبصي ليه افران كده مدوره، بيحدفوا العجينه كده، عجينه بتلزق في الفرن، وبعدين يطلعوها مستويه، وطعمها في منتهى الجمال. هوريكم طريقتها سهل قوي، مش هياخد معاكم وقت، وخصوصا في رمضان في السحور هتنفعكم جدا. طبعا العيش ده بيبقى غالي جدا، لو اخدتيه من بره من اي فرن هتشتريه بمبلغ كبير، انما في البيت مش هتستعملي غير حاجات بسيطه كده هنشوفوها. معايا كيلو دقيق زي ما انتم شايفين، ومعايا 3 معالق لبن بودر، 3 معالق سمنه بلدي، يا ريت تكون بلدي بيبقى طعمه حلو قوي، بتفرق يعني. كمان معايا 3 معالق سكر كبيرة، ومعلقة واحدة كبيرة خميرة فورية. كمان معانا معلقة ملح، وهنشوف بقية المكونات. سهل جدا زي ما انتم شايفين كده. انا جبت معلقة سكر تانية صغيرة، حطيتها على الخميرة الفورية، وحوالي تلت كوباية مية دافية. دافية كده زي دمعة العين كده، ما تبقاش لا سخنة قوي ولا برد قوي. هنقلبها كده ونحطها على جنب لغاية ما نحضر بقية الحاجة بتاعتنا. زي ما بقول لكم سهل جدا، مش هياخد معاكي وقت غير العيش العادي بتاعنا المصري. طبعا بياخد وقت، انما ده ما بياخدش وقت خالص. هنحط الكيلو بتاعنا في اي بولة كده عندك او بلاستيكة، وبعدين هنشوف الحاجات الجافة هنضيفها. يعني هنضيف 3 معالق اللبن البودر، معلقة الملح بتاعتنا، ونقلبهم كويس على بعض. كمان هنضيف السكر بتاعنا. كل الحاجات الجافة اللي عندك هتضيفيها عليها وتقلبيها كويس جدا قبل ما تحطي السمنة بتاعتك. دول 3 معالق سمنة بلدي هنحطهم على الدقيق بتاعنا، ونحاول بقى نغلف الدقيق بتاعنا كله بالسمنة بتاعتنا. على الناشف كده زي ما انت شايفة كده، تفركيه كده لغاية ما يتشرب السمنة بتاعتك كلها. الكمية كلها كده تفركيها كده، مش هياخد معاكي دقايق. بعد ما تخلصي كده تبصي تلاقيه ندى معاكي الدقيق بقى، ندى معاكي وبقى طري كده. هتعملي حفرة كده، وتكون الخميرة بتاعتك طبعا فارت كده زي ما انتم شايفين كده، نجحت معانا. وهتجيبي بقى يا مية يا لبن يا شرش زي ما انا عاملة كده، او رايب، اللي موجودة عندك ممكن يتحط. اي حاجة عندك، ما عندكيش حاجة هتحطي مية، عندك لبن هتحطي، عندك زبادي رايب، اي حاجه. الكيلو هياخد زي ما بقول لكم كده، انا اخد مني كوبايتين الاول، وهنشوف هياخد مني معاكي تبع الدقيق بتاعك. انا حطيت كوبايتين، وطبعا كوبايه الميه اللي انا تلت كوبايه الميه اللي حطيتها على الخميره. هنشوف هياخد معانا شرش قد ايه تاني او لبن. هو هياخد بالظبط كوبايتين ونص شرش، غير التلت كوباية اللي أخدها في الخميرة. تعملي حساب الخميرة، المية اللي انت حطيتي فيها. هنعجن كده فيها واحدة واحدة كده لغاية ما تطرى معانا، شايفين؟ عشان حاطة سمنة كمان مش هتلزق معاكي، وهتبقى سهلة وطيعة جدا. شايفين بتتمط معايا بمنتهى السهولة، وناعمة وطرية وجميلة جدا. هتقلبي فيها كويس جدا، وتعجنيها كويس جدا لغايه ما تتشرب من كل المحتويات بتاعتها. هتقفليها كده بسكوتش او بكيسه او بفوطه، اي حاجه عندك كده عشان تتخمر معانا بسرعه. هنحط عليها فوطه بعد السكوتش كده، وهسيبها ساعه. بعد ساعه زي ما انتم شايفين كده قنبله، عامله زي القنبله كده، شايفين عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. عجينه ناجحه جدا وسهله جدا، شايفين عامله ازاي؟ سهلة ومش لازقة وفي منتهى الجمال. شايفين بتنزل في منتهى الجمال ازاي والسهولة. برضو هنطلع منها الخميرة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. هنعجنها شوية كده بإيدينا، وبعدين هنبدأ نقسمها. هنقسم الكيلو ده هنقسمه لأربع قطع، 4 قطع متساوية على قد ما تقدري. تعملي 4 كور كده متساوية. عندك ميزان هتوزنيهم عشان يطلعوا مقاس واحد، وكمان في الخبز يبقى خبز واحد وفي ميعاد واحد. هتمسكي بقى الصواني بتاعتك، دي صينية حوالي 30، هتدهنيها بالسمنة كويس جدا، وتحطي حتة العجينة بتاعتك، الكرة بتاعتك كده، تسويها وتحطيها تستريح كده قد 10 دقايق. هتحطي الكور بتاعتك كلها في كل صينية زي ما انت شايفة كده، وتسيبيهم 10 دقايق. تغطيهم بسكوتش، تغطيهم بكيسة، بأي حاجة. 10 دقايق كده عشان تتفرد معاكي، تستريح وتتفرد معاكي بمنتهى السهولة.
زي ما انتم شايفين كده من جوه لبره، تاخدي كده من جوه لبره، توسعي 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 لغايه ما تبقى قد الصينيه بتاعتك اللي انت حطاها فيها. مش هياخد وقت، شايفين في منتهى السهوله، بيتفرد معايا في منتهى السهوله. بعد ما تساوي العجينة كده تخرميها بصوابعك او بالشوكة، علشان انا مش عايزاها تقب معانا، انا عايزاها في نفس المستوى اللي انا فردها بيها. انا عايزاها تبقى في نفس السمك اللي انا مطلعاه فيها. حبة بقى حبة البركة وحبة سمسم، اللي ما بتحبش حبة البركة تحط سمسم بس، عايزة سادة كمان ممكن، اللي موجود عندك شمر ممكن تحطي شمر، بيبقى جميل جدا مع السمسم. هنعمل الصواني بتاعتنا وعلى اعلى درجة عندك في الفرن، اعلى درجة تولعيها قبليها بحوالي تلت ساعة كده، عبال ما تجهزي العجينة بتاعتك، وبعدين تحطيها بقى في الرف الاوسط عشان ما تتحرقش منك من تحت او تتلسع منك. زي ما انت شايفة كده بتدهيني من فوق لبن، وبعدين بتحطي حبة البركة والسمسم، بيطلع وشه احمر في منتهى الجمال. في الاخر اول ما تلاقيه استوى كده من الجناب وخلاص استوى معاكي، ممكن تفتحي عليه الشواية، يلون كده معاكي ويديكي اللون الجميل ده اهو. ولو عايزاه مقمر شوية او نفسي شوية هتسيبيه برضو شوية في الفرن يقمر معاكي. عايزاه طري زي ما انت عايزة، في ايدك تعملي اللي انت عايزاه. يلا حلوة انت وهي اللي عندها دقيق تقوم ما تكسلش تاخد كيلو دقيق كده وتجرب، وهتلاقيه سهل جدا، مش هياخد معاها ساعة زمن، هتطلع احلى عيش واحلى خبز ممكن تدوقيه في حياتك. يلا ما تنسينيش كمان في اللايك والشير عشان يوصل لناس تانية، واسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادية قاسم، تصبحوا على خير وكل سنة وحضراتكم طيبين.